السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو سام. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أهم 8 حاجات لازم تكون متوفرة في أي بوتاجاز بتفكري تشتريه. طبعا احنا كنا عملنا فيديو قبل كده عن البوتاجازات، وكان فيديو مفصل اتكلمنا فيه عن كل المعايير اختيار البوتاجاز وايه الأنواع الكويسة وايه الأنواع اللي نبعد عنها، وكمان كنا مصورين فيه موديلات بره وشوفنا ايه مميزاتها وعيوبها. اما فيديو النهارده فهيكون فيديو سريع كده للناس اللي بتحب الفيديوهات القصيره، هنتكلم فيه عن اهم 8 حاجات او 9 حاجات لازم تكون متوفره في البوتاجاز بتاعك. قبل ما نبدأ الفيديو خليني بس أفكركم إن كل الفيديوهات بتاعتنا هتلاقوا اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو، وكمان في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. فلو بتدوري على ريفيو معين بصي بصة كده في الريفيوهات بتاعتنا وفي اللينكات اللي أنا منزلها لكم في أول تعليق مثبت تحت الفيديو، إن شاء الله تلاقي الريفيو اللي أنت بتدوري عليه. خلونا نبدأ بالفيديو بقى، بس الأول كالعادة هفكركم لو أول مرة تشوفوا القناة وعجبكم محتوى القناة بتاعتنا فياريت تشرفونا باشتراككم في القناة، وكمان لو عجبكم فيديو النهارده ياريت تعملوا لي لايك للفيديو وتقولوا لي في كومنت عجبكم ليه، ولو ما عجبكيش الفيديو كمان اعملي لي ديسلايك وقولي لي في كومنت ما عجبكيش ليه عشان نحاول ناخد بالنا من الأخطاء دي ونتفاداها بعد كده. خلينا نشوف البوتاجازات. أول وأهم حاجة تعرفك البوتاجاز بتاعك ده كويس ولا لأ هو الهيكل بتاع البوتاجاز. هيكل البوتاجاز ده بيكون مصنع من الاستانلس، ولازم الاستانلس ده يكون مصنع من خامة كويسة وقوية ومحملة. طيب نعرف منين ان الاستانلس بتاع البوتاجاز ده كويس ولا لا؟ هنيجي على سطح البوتاجاز من فوق وهنجيب صباعنا الابهام في ايدنا الاتنين ونبدا ان احنا نضغط بالصباعين على سطح الاستانلس من فوق او سطح البوتاجاز من فوق. لو لقيتي الاستانلس معاكي قوي وما بيتحركش يبقى البوتاجاز ده كويس. اما لو لقيتي الاستانلس معاكي بيلب وبيروح ويجي فابعدي عنه خالص، لان النوع ده بعد كده هيصدي وهيتاكل وبكده يكون البوتاجاز بتاعك باظ. وطالما اتكلمنا عن الاستانلس المصنع منه البوتاجاز ففي هنا حاجتين لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجه هي ان السطح الاستانلس بتاع البوتاجاز من فوق يكون كله مكون من قطعه واحده، ما تكونش شيتات من الاستانلس ومتركبه جنب بعض. ليه؟ لان هو لو شيتات من الاستانلس ومتركبه جنب بعض هيتراكم بينهم الدهون، فالعملي والافضل اكتر ان هو يكون شيت واحد من الاستانلس او قطعه واحده من الاستانلس لكل السطح بتاع البوتاجاز من فوق. الحاجة التانية والحاجة دي برضه هتكون عملية جدا هي ان يكون في حواجز او فواصل بين الحارات بتاعة العيون. احنا عندنا زي 3 حارات كده في البوتاجاز، فالافضل ان يكون في الحته البارزه كده زي الصوره كده عندكم بين كل حاره والتانية او بين كل مكان والتاني. ليه؟ لو حاجه مثلا اتدلقت على البوتاجاز بدل ما تسيح على البوتاجاز كله لا هتنحصر في المكان اللي وقعت فيه بس، وبكده هيكون سهلت علينا جدا في التنظيف. حاجه اخيره كمان خاصه بالاستانلس ويمكن اغلبنا ما بياخدش بالنا منها، هي الجزء اللي حوالين العين بتاعه البوتاجاز. زي ما في الصورة عندكم كده يفضل ان الحتة بتاعت عين البوتاجاز تكون فيها سنة اعلى من السطح بتاع البوتاجاز نفسه، وده هيسهل عليكي جدا لو مثلا لبن فار على البوتاجاز او حاجة مش هتلاقيه بيدخل جوه ويروح ساقط جوه جسم البوتاجاز من جوه عشان ما يأثرش على جسم البوتاجاز. فالافضل ان هو يكون في حته عاليه كده بحيث لو في اي سوائل على البوتاجاز وقت غسيله او في اي حاجه لا قدر الله اتدلقت على البوتاجاز ما تسقطش جوه جسم البوتاجاز من جوه وتأثر عليه. 2. من اساسيات البوتاجاز كمان هو الحوامل بتاعه البوتاجاز. سواء هتشتري الحوامل بتاعتك حوامل زهر او حوامل صاج، خدي بالك ان الاتنين يكونوا من خامة كويسة ويكونوا محملين وتقال، لان خامة الحوامل لو مش كويسة لو زهر وقع على الارض هيتكسر، ولو صاج من كتر تعرضه للنار هيتآكل. 3. خامات عيون البوتاجاز. لازم الخامات بتاعت عيون البوتاجاز برضو تكون خامات كويسة، وافضل خامات للعيون بتاعت البوتاجاز هي المكتوب عليها ميد ان ايطالي او صنع في ايطاليا، مش ديزايند ان ايطالي. وخدوا بالكم ان اغلب شكاوى الناس من موضوع العيون هي ان عيون البوتاجاز من كتر تعرضها للنار او من كتر ما هي بتكون دايما متعرضة لحرارة عالية فهي بتتآكل بعد فترة صغيرة لو خامتها مش كويسة. 4. الخامات المصنع منها مفاتيح العيون بتاعة البوتاجاز. لازم تكون مصنعة من فبر خامته كويسة وإلا هتسيح بسبب تعرضها الدائم للحرارة اللي طالعة من الفرن. 5. يفضل كمان ان المقبض بتاع باب الفرن يكون مصنع من الاستانلس مش من الفبر. اللي من الفبر ده برضو بيتأثر من الحرارة اللي طالعة من الفرن، ساعات بيسيح وساعات كمان بيتكسر، خصوصا في أول استخدام للبوتاجاز، لأن في الأول بتكون مفصلات لسه جديدة فبيكون فتحه وقفله شديد شوية، فلو الخامة بتاعة المقبض دي مش كويسة ممكن فعلا تتكسر أو تتخلع واحنا بنفتح باب الفرن، خصوصا زي ما قلتلكم في أول فترة في استخدام البوتاجاز. 6. ضروري البوتاجاز بتاعك يكون فيه مروحة لتبريد جسم الفرن أو يكون فيه عازل بسمك محترم كده في الجوانب بتاعة البوتاجاز، والنقطة دي عليها خلاف كبير. طيب ايه وجه الخلاف هنا؟ بعض الناس شايفة ان مروحة تبريد جسم الفرن بتأثر على درجة الحرارة الموجودة داخل الفرن من جوه وبتخليه يفقد جزء من الحرارة بتاعته، وبالتالي بيأثر على التسوية بتاعة الحاجة اللي جوه الفرن. البعض الآخر شايفين ان العازل بتاع البوتاجاز بياكل من المساحة الفعلية بتاعة البوتاجاز من جوه. يعني مثلا لو البوتاجاز بتاعك 60 في 90، بعد وجود العازل في الجنب اليمين والجنب الشمال للبوتاجاز هتلاقي المساحة الفعلية للفرن من جوه مثلا 60 سنتي، وبالتالي هو فعلا خد جزء كبير جدا من البوتاجاز من جوه او من الفرن من جوه.
طيب وجهة نظري انا الشخصية ايه بعد استخدام وبعد تجربة للاتنين؟ انا شايفة ان وجود مروحة لتبريد جسم الفرن افضل بكتير جدا من العوازل، وشايفة ان هي ما بتأثرش خالص على درجة الحرارة بتاعة الفرن، والتسوية بتاعته بتبقى ممتازة. لكن يظل برضو الموضوع هنا نسبي. شوفي انتي بترتاحي لايه او بتفضلي ايه اكتر واختاريه، سواء وجود مروحة لتبريد جسم البوتاجاز او لوجود عازل في البوتاجاز. 7. من الحاجات العملية والأساسية واللي فعلا لازم ألفت نظرك ليها في البوتاجاز هي ان انتي تختاري الفرن بتاع البوتاجاز يكون واسع بقدر المستطاع، لان فعلا كل ما كان مساحة الفرن اوسع كل ما كان عملي معاكي اكتر وافضل معاكي في الاستخدام. فمثلا لو عندك صينيتين كبار او اكتر من صينيتين كمان ممكن تدخليهم في الفرن مرة واحدة. اما لو كان الفرن بتاعك ضيق ممكن ما تقدريش ان انت تدخلي الصينيتين مرة واحدة، وبالتالي هيكون في اهدار للوقت وللمجهود وكمان للغاز. فلما تروحي تشتري البوتاجاز بصي على الفرن بتاعه كده وشوفيه فعلا واسع ولا لا. وللاسف ان الموضوع بتاع وسع الفرن ده مش هيكون متوفر قوي في البوتاجازات اللي العازل بتاعها عريض، عشان كده انا قلتلكوا انا بفضل المروحه بتاعه تبريد جسم الفرن. لكن لو انتي مش من مفضلي موضوع مروحه تبريد جسم الفرن او جسم البوتاجاز، فلازم البوتاجاز بتاعك يكون فيه عازل، لازم ولا بد منه، عشان ما ياثرش على الجسم بتاع المطبخ بتاعك، وعشان ما ياثرش على الاجهزه التانية الموجوده في المطبخ، لان درجه حراره الفرن بتكون عاليه جدا، فلازم العازل ده يحمي المطبخ ويحمي الاجهزه كمان الموجوده حواليه. 8. الأمان في البوتاجاز. وعشان في بعض الناس ممكن تكون مش عارفة ايه فكرة الأمان في البوتاجاز، فأنا هقول لكم ان احنا عندنا نوعين من الأمان. عندنا حاجة اسمها أمان كامل، وده بيكون للعيون من فوق وبيكون للفرن كمان. وفي حاجة اسمها نص أمان، والنص أمان ده بيكون موجود في الفرن بس. لو احنا قدرنا نستغنى عن الأمان الكامل فما ينفعش أبدا ان احنا نستغنى عن النص أمان، أو يعني ما ينفعش نستغنى عن النص أمان اللي بيكون موجود في الفرن من جوه. لان العيون بتاعه البوتاجاز من فوق ممكن وانتي معديه كده في الشقه او وانتي واقفه في المطبخ هتشوفي ان العين اتطفت فهتطفي البوتاجاز. اما الفرن مقفول عليه باب وكده فمش هتشوفي ابدا ان النار بتاعه الفرن اتطفت ولا لا. فوجود امان داخل الفرن حاجه مهمه واساسيه جدا. طيب اجيب بوتاجاز فيه امان كامل ولا اجيب نص امان؟ الكلام اللي هقوله لكم دلوقتي ده نصيحه من فني بوتاجازات، وفعلا الكلام كان مقنع جدا بالنسبه لي، وبعد التجربه فعلا تاكدت ان كلامه صح. انا شايفه ان احنا نجيب نص امان. ليه؟ لان السطح بتاع البوتاجاز من فوق دايما بنغلي عليه لبن، بنعمل شوربه، بنعمل صلصه، بنعمل اي حاجه، فالبوتاجاز من فوق معرض ان اي حاجه تفور عليه وتدلق عليه. من كتر ما الحاجات دي بتفور وتدلق على البوتاجاز بتأثر على الحساسات بتاعة الأمان، وبعد فترة بسيطة جدا هتلاقيها باظت ومش هتشتغل. وبالتالي فكرة الأمان من فوق يعني أنا شايفاها، أو أنا شخصيا شايفاها مش عملية قوي. هندفع فيها مبلغ وقدره، وفي الآخر برضو الحساسات بتاعة الأمان دي بحكم الحاجات اللي هتدلق وبحكم إن أي حاجة ممكن تحصل غصب عننا، فالحساسات اللي فوق دي هتبوظ. لكن كمان لو انت شايفه ان انت هتقدري تحافظي وهتقدري تسيطري على موضوع ان حاجه تدلق على البوتاجاز او ان حاجه تيجي على الحساسات، وشايفه ان الامان من فوق حاجه مهمه وضروريه جدا ليكي، فهاتيها برضه هتبقى حاجه كويسه. النقطه التاسعة والاخيره في فيديو النهارده خاصه بالحساسات بتاعه الامان بتاعه البوتاجاز. يفضل ان الحساسات الامان تكون مصنعه من النحاس، ما تكونش من اي ماده تانية، لان الحساسات النحاس هي الافضل وهي الاكثر حساسيه، وكمان هي اطول عمر افتراضي من المواد التانية اللي بيصنع منها الحساسات الامان. وبس كده يكون فيديو النهارده بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم، يا رب يكون عجبكم، يكون رد على كل استفساراتكم. لو في اي اسئله تانية او في اي استفسارات تانية انا معاكم في الكومنتات، اكتبوا لي وهرد عليكم ان شاء الله. كمان يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديوهات الجايه عن ايه، وكمان تقولوا لي رايكم في فيديو النهارده سواء بعجبكم فتعملوا لي لايك وتقولوا لي عجبكم ليه، او لو ما عجبكوش اعملوا لي ديسلايك وقولوا لي ما عجبكوش ليه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.